لكم ومتواصلين معاكم اعزائنا مشاهدين ومتابعين تلفزيون سكوب في هذه الامسيه الجميله الذي نستضيف فيها شاعرنا وشاعر الوطن سالم سيار. سالم، نجدد عليك التحيه في هذا المساء في هذه الامسيه الجميله. نفس ما قلت سالم، نرد دواوينك الصوتيه. طرحت اعتقد 3 دواوين صوتيه. نعم. رد الجمهور، او تعتقد ان اكتفيت بهذه الدواوين او راح تطرح دواوين ثانية؟ لا، هو طرحت الزبرجد، الان طرحت 2، الثاقبه والجموح بالموقع، صار له فتره نازل بالموقع. سالم، الاسماء هذه قبل لا نتكلم يعني اسم الزبرجد، الثاقبه، الجموح، ليش تاخذ نفس الرد ونقول تاخذ هالرموز هذه؟ بالعكس، مثل الزبرجد هو حجر كريم ولون الحجر الكريم اصفر، فانا شبهت الكويت في ترابها بالزبرجد. لذلك سميت الديوان الاول الزبرجد نسبه يعني للكويت. والثاقب او الجموح في قصيده والثاقبه في قصيده اخرى. سالم، متى يكتب سالم سيار القصائد او القصيده بشغف؟ يكتبها شلون؟ بشغف، يعني بحب او حلو هذا شغف. لازم المفردات هذه، انت قاعد تختار لنا مفردات مميزه، لازم نختار لك مفردات مميزه. والله شوف خالد، لو تجد انا ما عندي بيت مش حالك. تمام. انا امسك القصيده يعني اشتغل عليها صح، عرفت ليش؟ هذا يرجع للناقد اللي بداخلي، احيانا ما يرضى على اي شيء. لذلك انا اكتب البيت الاول، الثاني لازم يجي يعني اجمل منه وما يروح عنه. فتحاول كثر ما تقدر. نعم. انك تجمل القصيده. سالم، تتحمل النقد مثلا؟ اي عادي، من الشعراء. في نقاد الحين متواجدين. شوف، ما في نقاد، يعني انا مثل ما اقول لك. ليش؟ لان الشاعر هو فاهم قصيدته اكثر من ما يفهمها اي اخر. بالضبط. هناك ربما قراءات، احيانا لما تجد قراءات في قصيده يعني تنور الشاعر اكثر من نفسه، عرفت؟ بالضبط. انا دائما النقد ما احبه، لانك انت اذا تبي تعيش بالحياه، مو سواء شاعر فنان، 2 لازم تشيلهم من حياتك علشان تعيش صح. انك تشرح على الاخرين، بالضبط، وانك تنقد الاخرين. مثل ما قلت لك، خليك ايجابي، عرفت شلون؟ القراءات بالقصيده يمكن لو جينا يعني نقدر نقولها انها مثل ما تقول قراءه بناءه، عرفت شلون؟ توضح لك امور او تفتح لك ابواب مغلقه، تفتح لك فضاءات اخرى تفيدك اكثر. بالضبط. بس الحين اللي حاصل تشوفه في كل مجال، رياضه، فن، شعر، ما تجد يعني احيانا النقد. راح نرجع سالم لمساله النقد، ويمكن مساله حساسه. الشاعر يكتب قصيده بتفسير اخر، يجي ناقد او قارئ يقراها. انا سالم راح قلت لك راح نتواصل وياك، بس خلينا ناخذ هذا الاتصال. معنا اتصال من السعوديه، من المملكه العربيه السعوديه. عزه، تفضلي. الو. الو، مساء الخير. مساء النور عزه، تفضلي، انت على الهواء. ممكن اكلم الشاعر سالم؟ تفضل، معاك الشاعر سالم سيار. الو، مساء الخير. هلا، حياك الله اختي عزه، يا مرحبا. شلونك؟ طيب، الله يخليك. انا من اشد المعجبين بقصائدك. الله يسلمك. ايوه، اهل السعوديه بعد كلهم يعني معجبين بقصائدك. ممكن اطلب منك طلب؟ امريني طال عمرك. ابي قصيده الام تزيدها. والله ان شاء الله. لان انا جيت على اخرتها لما انتهى. ان شاء الله، اذا في مجال تبشرين. عزه راح تشوفين قصيده الام في الاعاده ان شاء الله باكر. ونشكر هالاتصال هذا الجميل من المملكه العربيه السعوديه، اتصال عزيز. انا امسي على عزه وامسي على السعوديه، لان السعوديه يعني، وامسي على كل مشاهدين سكوب. بس السعوديه لها يعني جزء كبير يعني من قلبي، سواء من فتره الاحتلال القاشم وبعد القاشم. السعوديين يعني ناس بسطاء جميلين، وشعب متفاعل مع يعني كل شيء جميل. سالم، دام ان السعوديه غير تقول بقلبك، ونعرف مدى التواصل مع زملائك. نعم. او حبك للسعوديه، اكيد كتبت او استهواك شيء. والله كتبت الشواهيق، هي معروفه عندهم، عرفت؟ بس اذا بقول ابو متعب، اسال الله ان يستاهل خادم الحرمين الشريفين. يقول: نش السحاب بعزه الراس والطيب، من ذكر ابو متعب ننوش السحابه، من بين حجانه حراره ومخاليب، ومن بين كفينه سمو المهابه. نش السحاب بعزه الراس والطيب،
من ذكر ابو متعب ننوش السحابه، من بين حجانه حراره ومخاليب، ومن بين كفينه سمو الرحابه، بشته يضف الارض عز ومواجيب، وراسه ينوش الغيم عز ومهابه، من هقوه سعوده يقود التراحيب، ومن قهوه جدوده يهوش بجنابه، اطيب من المرحب بعين المعازيب، وارحب من المرحب بعين القرابه، ياطى على رؤوس الفعل والشخانيب، فعلا يهوي الراس هول الغرابه، من كثر ما براسه يخيل المراقيب، تميل من راسه عزاه والعصابه، ميلة عقال وطنخة بالاساليب، من ميلته عدل الهقاوي تهابه، الى اخر القصيده للاسف ماني حافظها. يستاهل ملك السعوديه خادم يستاهلون ملكهم الشريفين الملك وشعب السعوديه عبد الله. سالم، خلينا نرجع نفس ما قلت لك للنقد، نفس ما قلت لك يعني تلقى الشاعر تعبان على قصيدته ولها حق الناقد انه يكتب، بس انا يمكن يكون سالم كاتب قصيدته بشيء اخر، ويجي ناقد على قولتهم بارده مبرده يفسر شيء ثاني، ونلقاه انه يشوه الشاعر او يشوه القصيده نفسها. فردك انت كشاعر وكذا. لا شوف، انا قلت لك قبل شوي على النقد، انت يمكن النقد مثل ما قلت لك، هي القراءات في قصيده حتى لو كانت يعني مثلا الامور اللي كان مو مدركها الشاعر نفسه، يعني قلت لك تفتح لها فضاءات اخر. بس انا اقول شيء، يعني الناس بدت ما تصدق بالنقاد، عرفت شلون؟ لان بعض النقاد الاكاديميين اللي يمارسون النقد صح، ضروهم بعض الناقدين الاخرين اللي يصفون حساباتهم من اجل يعني شخوص، او من اجل يعني سواء الفنانين، بعض الفنانين يرسلون اشخاص يعني ان يهاجمون فنانين او يهاجمون شعراء علشان شوي يحجمون بعض الشعراء. سالم، انت يمكن في فتره من الفترات حوربت من الاعلام الكويتي، هناك كانت لك مشكله مع وزاره الاعلام، يعني لهالدرجه وصل سالم انه مشكله لابد ان نتخلص منها؟ ما انا شوف، انا من الله خلقني وشاعريتي ماشي بالدرب، وانت تعرف، عرفت، حتى شارع الصحافه يمكن ما ادله ولا عمري جيتها، عرفت شلون؟ الا يمكن مره وبشكوى كنت اشتكي على واحد، يعني ماشي بالدرب بروحي. الاعلام يعني بعض المسؤولين اللي بالسابقين للاسف ما يفهمون بالشعر، خلينا نكون صريح. واحد اجي اقول له لا يا شيخ، يقول لي يكتب حياتي الكويت مثلا، يعني انت جايبني رجل خشن حياتي الكويت، هذه يكتبها شاعر اخر، عرفت؟ مقلم اضافه. كانوا يفرضون عليك، ولا كانوا يبونك تكتب اوبريت؟ المشكله انه يدق عليك يقول لك بعد يومين عندي قصيده، ابي قصيده مناسبه وطنيه، ويعطيك المطلع، عرفت؟ هو يعطيك المطلع، يعطيك المطلع ابي كذي. اعتقد ان هذا ما يفهم يعني بالشعر للاسف، عرفت شلون؟ بالتاكيد.